من الحاجات الجميلة اللي نتأمل فيها في بداية دخول شهر رمضان هي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا دخل رمضان بينشغلوا بقراءة القرآن عن أي حاجة تانية. والأمثلة على ده يعني ذكرت في الأثر كذا مثال، ولكن بشكل عام بنجد أن حفاوة الصحابة بالقرآن في رمضان مختلفة عن أي وقت تاني، لأن بطبيعة الحال رمضان شهر القرآن، وقيمة رمضان تتمثل في نزول القرآن إلينا، هدية الله سبحانه وتعالى إلينا. بس الحقيقة أن الملفت هنا مش ان الصحابه مثلا كانوا بيبقوا مشغولين بلهو او مشغولين بشغل ودنيا وما الى ذلك، بس يجي رمضان بقى خلاص بينشغلوا بالعباده. الحقيقه لا، لان الصحابه فهمهم عن الدين كان مفهوم شامل. الله سبحانه وتعالى يقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحياه كلها لو انت بتعملها وبتبتغي بيها رضا ربنا سبحانه وتعالى ومظبط نيتك في اعمالك بشكل عام، كل ده يندرج تحت مظله العباده الواسعه. فالصحابه كانوا بينشغلوا بطلب العلم، وبينشغلوا بتأسيس الدولة الإسلامية، وبينشغلوا بالجهاد في سبيل الله. حتى ورد عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه في مرة أمسك بالمصحف وبكى فقال: شغلنا عنك الجهاد في سبيل الله. ده أثر ورد عن سيدنا خالد بن الوليد. ده يثبت أن الصحابة حياتهم كلها كانت عبادة، وحياتهم كلها ليها هدف واحد. ولكن لما بيجي رمضان بقى كانوا بيسخروا وقتهم لقراءة القرآن. وده الجميل في المعنى، وهو أن الصحابة كانوا مدركين لفقه الأولويات. يعني زي ما ذكرنا، انت ممكن حياتك كلها والوقت اللي بتقضيه كله وطريقك الى الله سبحانه وتعالى كله باذن الله يكون في ميزان حسناتك لو انت صلحت نيتك. يعني الشغل اللي انت بتنزله والسعي اللي بتعمله والتطور اللي بتطوره لنفسك، كل الاشياء ديت ممكن بنية صالحة يعني تحسب لك في ميزان حسناتك وتحسب لك من العبادات. لان زي ما ذكرنا العبادة مش بس الصلاة والصيام وما الى ذلك، ولكن مفهوم واسع. الحياة كلها والسعي كل ده يندرج تحت العبادة اذا سخرت له النية الصالحة. ده مذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول في 40 النووية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني ممكن اتنين يعملوا نفس العمل، عمل الهجرة مثلا، واحد هاجر لربنا سبحانه وتعالى ونيته في العمل ده والسعي والبذل اللي بيبذله ده لربنا سبحانه وتعالى. واحد تاني كان بيهاجر بقى لأي حاجة تانية، واحد سافر عشان ربنا سبحانه وتعالى، واحد سافر عشان متاع من الدنيا، عشان يعني يحصل شوية من الدنيا وما إلى ذلك. فده بيجازى ثواب على اللي عمله، وده عمل نفس الشيء بس بنية مختلفة، فبالتالي لا يصيبه من التعب والنصب ده إلا حظ قليل من الدنيا. الشاهد عشان بس نرجع لموضوعنا الأصلي، إن مفهوم العبادة شامل، مفهوم العبادة كبير، ولكن فقه الأولويات ديت نقطة حساسة ومهمة. يعني بنجد الصحابة إن هم بيفهموا الموضوع ده كويس جدا. رمضان شهر القرآن، رمضان شهر التعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. زي مثلا ان العشر الاوائل من ذي الحجه دي ايام ذكر وايام دعاء، زي ان الثلث الاخير من الليل ده وقت دعاء، زي ان مثلا يوم عرفه وقت ذكر ودعاء وابتهال الى الله سبحانه وتعالى. وقت الغفله، وقت مثلا الناس مشغوله فيه بالدنيا وما الى ذلك، ده وقت تذكير بالله سبحانه وتعالى. فكل موطن معين بيبقى ليه عباده المفروض ان انت تنشغل بيها في الموطن ده. فيعني حسيت ان بصراحه مع دخلة رمضان كده افضل حاجه نتكلم عنها هو ان رمضان شهر القرآن. فالصحابة لما ينشغلوا بالقرآن في رمضان عن أي حاجة تانية، عن طلب العلم وعن العبادات العظيمة التانية، بس يخصصوا وقتهم لرمضان، فمن باب أولى أن احنا يعني نتبع سنة الصحابة رضوان الله عليهم وننشغل كذلك بالقرآن قدر المستطاع، لأن القرآن هو هدى ربنا سبحانه وتعالى وهو هديته لينا. كل عام وانتم بخير، واشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم.